السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرا يا جماعة وصلت الأخدود تشارن كانيون. زي ما انتم شايفين دوت أكبر أخدود على مستوى العالم، هو والأخدود بتاع أمريكا، كانيون بتاع أمريكا. طبعا عشان ننزل تحت لحد النهر محتاجين أقل حاجة من 45 دقيقة لحد ساعة عشان نوصل للنهر بتاع كانيون. بس محتاج ان انت تكونوا معاكم وقت كبير عشان تتمتعوا هنا. بصوا يا جماعة، وصلنا البلاك كانيون. طبعا اول ما توصلوا هنا دي بمكان الباركنج بتاع السيارات، وفي هنا زي مطعم تقدروا تاكلوا فيه، وفي كمان تواليتات هنا، وزي ما انتم شايفين تقدروا تطلبوا حتى سندوتشات هنا. خليني بقى اوريكم ايه هو البلاك كانيون. فخليني اوريكم الدنيا هنا عامله ازاي. طبعا المنظر هنا رهيب يا جماعه بصراحه، يعني ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. طبعا ما بين المون كانيون والبلاك كانيون ما فيش بتاع حوالي ربع ساعه بالظبط تقدروا توصلوا. بصوا بقى المنظر، بحاول اوريكم المنظر. بصوا يا جماعه، بصوا المنظر بقى من هنا، المنظر حكايه. المسافة ما بين البلاك كانيون والمون كانيون حوالي بالظبط ربع ساعة توصل. طبعا الناس بتيجي هنا، معظم الناس بتيجي هنا بتاخد موضوع التصوير. بصوا الدنيا. طبعا اهم حاجة في الحتة دي ان انتوا تقدروا تكونوا حذرين جدا في المشي. طبعا بصوا، طبعا البلاك كانيون باين من اسمه. طبعا بص هنا، يعني بيقول لك ممنوع الحاجات الارشاديه، ممنوع ان انت تسند على حاجه عشان ما تقعش. بص كده البلاك كانيون، ومن تحت بقى خالص بصوا كده. عاوز اقرب لكم، بصوا المنظر. خليني اوريكم كده من تحت. ده كده النهر، النهر دوت بطول الاخدود يا جماعه. النهر ده جاي بطول الاخدود، لو تشوفوا كده نازل من ما يعتبر ماشي ما بين الاخدود ده كله اهو. ده كله ما بين الاخدود، من هنا هتلاقي النهر دوت على طول الاخدود اكتر من حوالي 150 كيلو متر الاخدود دوت. بصوا كده، يعني حاجة رهيبة. بصوا هنا انا بحاول اوريكم الدنيا. طبعا ممنوع ان انتوا تعدوا الحتة دي وتقفوا هنا، ممنوعة. بصوا كده، بصوا الاخدود، النهر اهو جاي من داير ما يدور مع الاخدود. بصوا كده ماشي اهو، لو تشوفوا بنفس النظام كده مع الاخدود ده كده. ده طبعا البلاك كانيون. ده من تحت هنا طبعا ده كله النهر. بس بصراحة يا جماعة المنظر جميل. طبعا خطر جدا النزول للنهر ده. في ناس قبل كده يعني توفوا في النهر ده، فطبعا خطر جدا. زي ما انتم شايفين في حاجة كمان عاملينها زي تسالي، تبقى اقعدوا تلعبوا زي مرجيحة كده على النهر نفسه. خليني اوريها لكم. فالمسافة مش كبيرة قوي ما بين المون كانيون والبلاك كانيون، ده حوالي ربع ساعة بالكتير يعني. وهنا دي برضو أماكن كده، لو انتوا معاكوا أكل وعاوزين تاكلوا أو تشربوا هنا، ممكن تقعدوا في الحتة ديت مظللة وتاكلوا براحتكم. أنا هحاول أوريكم الدنيا هنا. طبعا دي بفلوس مش مجانية. دي هنا تخشوا. بصوا هنا دي تمنها 2000 تنجي. دي تمنها عاملة 2000 تنجي، اللي هو تدخلوا وتتمرجحوا على النهر. طبعا في عشان عامل امان بيبقى رابطينهم كده، الكرسي ده ما بيبقاش ساب، بيبقى مربوط. بس طبعا ده عامل امان. دي من ضمن الحاجات اللي هنا. و طبعا بصوا الدنيا عامله ازاي، منظر النهر خطير. خليني اوريكم الدنيا هناك عامله ازاي. بصراحة المكان حلو، واحسن طبعا وقت دي من في فصل الربيع لحد نهاية فصل الصيف تقدروا تيجوا هنا. في الشتاء ده كل حاجة بتبقى متجمدة،
يعني مش هتشوفوا المنظر الجميل دوت في الشتاء. كل حاجة هنا بتبقى مكملة. طبعا ما انصحكوش ان انتوا تيجوا في الجزء ده، بيبقى خطر. خليكم في الحتة دي. خليني اوريكم. بص بقى، بص النهر، يا ما شاء الله، يا عالجمال، الله اكبر، يا سبحان الله. يعني ديت نهر من انهار الدنيا، فما بالكم بقى بانهار الجنة. ربنا يدخلنا الجنة كلنا، اللهم امين، انتوا كل الناس يا رب المسلمين. بصوا بقى النهر عامل ازاي. النهر دوت يا جماعه ماشي بنظام الاخدود، يعني حوالي اكتر من 150 كيلو النهر ده، واخد يمين في شمال. ده كده بصوا الاخدود اهي، دي ايه كده، الاخدود بيبقى من تحت ماشي معاها النهر، ومن فوق زي ما انتم شايفين. ده طبعا على مساحه 150 كيلو، مشوار طبعا كبير جدا. زي ما انتم شايفين ناس كتير بتيجي هنا بتتصور، بتبقى بصراحة جميل جدا، المكان حلو جدا. بس طبعا اي حد بينزل بقى في الحتت ديت ويحاول يجرب ان ينزل في حكاية النهر، خلينا اوريهولكم كده. يعني بصوا كده هتلاقي في صخور اهي، في صخور كتير في النهر. فطبعا رغم ان هو مش عميق، النهر هنا مش عميق، ولكن الصخور ديت لا قدر الله لو واحد وقع، نزل مثلا وقع غلط ممكن لا قدر الله يسبب في وفاته. فالموضوع برضو مش سهل. فدوت البلاك كانيون. بصوا بقى، فخدي بصراحة حلو. بصوا يا جماعة، أول ما بتوصلوا هنا على المون ده، طبعا هنا لو انتوا عاوزين تتصوروا باللبس التقليدي بتاع كازاخستان، وفي هنا طبعا لو عاوزين تتصوروا مع النسر. طبعا من تحت شكل الدنيا جميلة جدا. بصوا كده هنا النهر برضو هنا مع الاخدود بتاعت شرن. خليني اوريكم الدنيا عاملة ازاي هنا. طبعا المنظر هنا بصراحة جميل جميل جميل. خليني بس اوريكم. طبعا بناخد هنا اكتر من كذا اكتر من كذا مكان. وطبعا لما بتروحوا الاماكن ديت بصراحة مميزة جدا وحلوة جدا. طبعا كلها زي ما انتم شايفين في الطبيعة. طبعا لما انتم زي ما انتم شايفين هنا هتلاقوا حاجات كده، انت بتيجي طبعا تتصوروا هنا. ممكن تعملوا بصوا كده بالدرون هنا، ممكن تاخدوا حاجات بالدرون او حاجات تصوير اللي هو 360 ممكن تعملوها هنا. وفي بصوا كده، ده التصوير من هنا كده، ده بتقفوا هنا وبتاخدوا التصوير من هنا، وفي من على النهر هنا. طبعا التصوير بصفة عامة حلو. بصوا خلينا اوريكم. بص الجزء ده كله طبعا ده الجزء بتاع المول. لو انتوا تتصوروا 360 هنا بتقفوا هنا، والدوا بيجيب لكم النهر كله. فخلينا اوريكم الدنيا هنا عامله ايه. بصوا كده، طبعا المكان جميل، وخصوصا لو انتوا رحتوا ناحيه النهر، يعني حاجه مميزه جدا. بصوا بقى، معلش بحاول اوريكم الدنيا. بس طبعا اهم حاجه وانتوا ماشيين في الاماكن دي تكونوا حذرين في الخطوات بتاعتكم. طبعا بصوا كده الجزء ده، خليني اوريكم كده. No, плотный. No, 500. Почему? 500 тенге. Почему? 500. Почему? Нельзя. بصوا يا جماعه، الولد الصغير عامل بيقول لك ب 500 جنيه. بصوا التصوير هنا النهر، بصوا ده كل النهر كده عامل ازاي. المنظر ده المون تنجي. بصوا بقى حاجة جميلة جميلة جميلة. طبعا زي ما انتم شايفين كده، هنا كمان ممكن تتصوروا بالدرون. السلام عليكم. لا الدرون ده يا جماعة خاص مش تصوير عادي، سوري. بصوا كده، ده كلها طبعا ممكن تتصور. بصوا النهر هنا، بصوا بقى خليني اوريكم الطريق هنا كده اهو.
يعني في حتى اخواتنا من العرب. بصوا كده، انت بتدخلوا من هنا كده، ده المول. بصوا المنظر بتاع النهر، منظر النهر عامل ازاي. ده طبعا جاي ما بين الاخدود، يعني ما بين الاخدود من هنا كده ده كله نهر. بصوا المنظر يا جماعه، بصوا كده. يا عالجمال، الله اكبر، لا اله الا الله. بصوا كده، انا بحاول اوريكم الدنيا من هنا عامله ازاي. ده كلها التصوير من هنا. بصوا منظرنا، يعني انا بصراحه خايف ان انا الواحد يقع شويه، بس خلينا اوريكم الدنيا من هنا. جميل، لا المنظر جميل جدا، منظر جميل. يعني بحاول اوريكم الدنيا من على النهر عامله ازاي. طبعا لما بتيجوا في الحته بتاعت المون ده ما بتقعدوش كتير. بالنسبه للرحله بتبقى حوالي تلت ساعه لنص ساعه. بس انا اللي عاجبني قوي بصراحه منظر النهر. بصوا المنظر من هنا عامل ازاي، خليني اوريكم شويه. بصوا الجمال، سبحان الله، لا اله الا الله. بصوا الجمال، جمال الطبيعه هنا في كازاخستان يا جماعه جنن. بصوا الجمال، بصوا النهر ماشي لحد فين. طبعا الاهم حاجه يا جماعه اللي بيصور او خلي بالكوا قوي عشان ما تقعوش في النهر. هو مش عميق بس برضه في صخور تحت. بصوا كده، حاجه جميله جميله جميله. ده كده طبعا نهر ماشي لحد الاخر. بصوا يا جماعه، وصلنا تشان كانيون. طبعا ده هنا عاملين فيه مطعم هنا في الجزء اللي هنا دوت كده، ومن فوق تقدروا تطلعوا فوق وتاخدوا تصوير من فوق وتشوفوا المنظر من فوق. طبعا التشان كانيون زي ما انتم شايفين طبعا مساحة كبيرة جدا، اكتر من حوالي 150 كيلو. بس ده بداية التشان كانيون. طبعا عشان تنزلوا تحت لحد النهر بتاخدوا حوالي ساعة او من 45 دقيقة لساعة. ف وعشان ترجعوا طبعا من تحت لفوق بتاخدوا وقت كبير جدا، بتاخدوا حوالي ساعة او فوق الساعة. فخلينا نشوف الدنيا والاجواء هناك عاملة ازاي. بصوا يا جماعة، اول ما طبعا بننزل من على السلالم بتاعة السنتر بنلاقي هنا في مطعم. المطعم واخد تراس من بره بيطل على الواجهة ديت. في هنا حبة حاجات خارجية خلينا اوريها لكم. في هنا الناس اللي بتضرب بالسهم، اللي هو لعبة اللي هو تضرب السهم دوت هناك، ده تقدروا تعملوها هنا. طبعا دي كلها. وهنا ممكن تستأجروا الجزء اللي هنا ممكن تستأجروا سيارة توديكوا لتحت تاخدكوا جولة تحت، او ممكن تستأجروا بايسكل، اي حاجة من العجلة من دول ممكن تستأجروها، او ممكن تستأجروا عربية جيب هنا. وطبعا المكان هنا في اكتر من كذا حاجة. بصوا كده في التراس فوق دوت، بتقدر تبص كده وتاخد حبة صور من فوق من هنا من فوق السنتر. وزي ما انتم شايفين كده هنا ده مطعم. في كمان في حبة حاجات تانية حلوة، في زي اللي انتم شايفينها ديت، خلينا اوريها لكم. ديت عبارة عن اوض بتقدروا تاخدوها، بتبقى مطلة على الكانيون هنا. وفي التنت ديت اللي هي التنت اللي هي بتاعت كازاخستان، الخيم الكازاخستانية، ممكن برضو تستأجروها هنا بالليلة او ليلتين. دي كلها ممكن تستأجروها. وفي كمان هنا في الجزء اللي هنا دوت، بصوا كده، اللي عاوز ياخد اكل او مشروبات او اي حاجة، في خلينا اوريكم كده دوت، تقدروا تيجوا تاخدوا اي اكل من هنا، اكل جاهز اللي هو السندوتشات، عصاير، حاجات زي كده. دي تقدروا يعني لو انتوا معكوش اكل او شرب، ممكن لو انتوا عاوزين تاخدوا اكل تكاوي سريع ممكن تاخدوه من المحلات ديت. بص كده، خلينا نشوف. طبعا في سندوتشات هنا، وفي نودلز، وفي برجر، وفي مشاوي. بص كده الاسعار هنا والله حلوه،
الأسعار هنا مش غالية. بصوا عاملة هنا 1500 و900. دي أسعار أكل هنا، يعني الأسعار مش غالية. لو هتاخدوا أكل اللي هو كوجبات، عاملة هنا 4500 4200 4800. وفي الأسعار هنا ديت يعني يعتبر ديت المشروبات. لو انت تشرب قهوة 900، ابتداء من 900 جنيه اسبريسو او امريكانو او ايا كان. ودي اسعار اكل كلها هنا. انا بحاول اوريكم اسعار الاكل هنا. فديت محلين، دي من هنا محلات اكل جاهز وقهوة. فدوت في المكان كله. بصوا كده، دوت هنا المطعم زي ما انتم شايفين. دوت هنا ليه مدخل من عن طريق السنتر من هنا، وطبعا ده هنا حاجة الأطفال اللي هو كراسي الأطفال. وده المطعم هنا اللي بيعجبني في كازاخستان، في كل مطعم في الأماكن اللي هي السياحية بيعملوا مكتبة كاملة. يعني أنا عاوز أوريكم حاجة عجباني جدا. طبعا هنا ده البار تقدروا تطلبوا اوردر، او بصوا هنا في مكتبة كاملة هنا دايما بتلاقيها في كتب، بالذات في الاماكن السياحية. هتلاقي طبعا ده مشهور جدا. الشخص دوت مشهور جدا في كازاخستان، مشهور جدا. ده رجل بيزنس، راجل بتاع بيزنس مشهور جدا، ليه حاجات ومؤلفات كتيرة جدا في كازاخستان، مشهور. هنا في لو انتوا عايزين تطلبوا اوردر اكل، بار، حاجات اللي هو الامريكان كوفي، مشروبات. وزي ما انتوا شايفين هنا المطعم يعتبر كويس. هنا المطعم طبعا واخد راس. السلام عليكم. السلام عليكم. هنا المطعم واخد راس من هنا. في جزء اللي هنا ده واخد راس كبير. الفيو بتاعه حلو جدا. بصوا كده، يعني قعدته حلوة. طبعا زي ما انتوا شايفين الناس مستنية انها تستأجر. وخليني اوريكم دي كلها بقى هنا. من هنا كده تقدروا برضو اماكن تانية تقدروا تقعدوا فيها، جلسات تقعدوا فيها برضو حلوة جدا، وقعدتها جميلة برضو والله مش وحشة. بصوا هنا برضو في قعدة تانية يعني حلو. الحتة أو المكان جميل جدا. بص واخد الفيو كله بتاع الكانيون، وفي نفس الوقت أعلى شوية من المطعم. بصوا دي كلها، دي عبارة عن أوض أو كاونتر بتقدروا تقعدوا وتسكنوا فيها. طبعا زي ما احنا شايفين دوت المنطقة الرئيسية هناك اهو. دوت كلها اللي هي التنتات اللي انتوا بتقعدوا فيها لو عاوز حد عاوز يقعد يأجر خيمة من الخيم ديت. بص كل بقى شارين كانيون هنا نفس النظام. بص كده الأخدود دوت يعني. في طبعا زي ما احنا عارفين على مستوى العالم في كانيون، في 2 بس، واحد في أمريكا وواحد في كازاخستان. وده أكبر، يعني يعتبر أكبر كانيون على مستوى العالم، هو بتاع أمريكا. بص طبعا كل ده وادي كبير وخدود كبير على مساحة حوالي أكتر من 150 كيلو. دي كلها تبع شانكن. فعشان طبعا تنزل النهر تحت يعني لازم تمشوا حوالي 45 كيلو. بصوا في ناس تحت اهي، في ناس تحت ماشية تحت حتى. للأسف ما لحقتش أجيبها. بصوا يا جماعة بقى الجمال، بصوا الجمال يعني سبحان الله. بصوا هنا، بصوا المنظر من هنا بقى، جايب لك جزء كده يعني من تحت هنا. بصوا الخدود عاملة ازاي. في ناس، بصوا شايفين الناس، في ناس بتنزل تحت اهي. خلينا أقرب لكم الصورة. في ناس ماشية اهي تحت، يعني نازلين تحت مسافة كبيرة. طبعا ما انصحش لانها بتبقى خطر، ممكن لا قدر الله حد يقع لا قدر الله، تبقى خطر عليه جدا. فهنا بصوا الاخرين هنا عامله ازاي، وفي ناس نازله اهي. بصوا
حاجة جميلة سبحان الله.